يا مساء الفل عليكم يا حلوين، ورجعت لكم بفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم جدا. فكرة حلوة جدا ومشروع مربح جدا للي عايز يعمل مشروع. اول حاجة انا معايا قطعة قماش بتاعة المطبخ عادي جدا، بس انا قصيتها وسويتها عشان تبقى مربعة. دي اللي انا كنت بستخدمها في المطبخ عادي، بس بعد بقى ما ادمت وكده فقلت اما اعمل بيها فكرة. هي ما ادمتش قوي بس انا قلت اعمل بيها الفكرة يعني. معايا الفوطة دي زي ما انتم ما شايفين كده. هون انا بس يا دوبك سويت الاطراف بتاعتها. ومعاكي بقى اي علبة عندك. انا معايا العلبة دي وكانت قصيرة فقصيت حتة من ازازة وركبتها عليها. انتي بقى ازازة بيبسي، بطرمان، اي حاجة عندك. ومعايا كده ده ب5 جنيه اسمنت. انتي بقى عايزه تعملي باسمنت ابيض عادي، عايزه تحطي غيره على الاسمنت عشان تبقى جامده قوي، ممكن. بس انا استكفيت الصراحه يعني بالاسمنت والميه وهي جامده جدا يعني. وقعدت اقلب كده لحد ما يبقى سمكها خفيف شويه قوي، يعني خفيف زي ما انتم ما شايفين. هقلب كويس قوي عشان ما يبقاش فيه تكتلات. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوني، ولايك كتير يا جماعة، لايك بقى لايك. بصوا بقى كده سمكها بقى عامل ازاي، حلوة قوي ومشروع حلو قوي قوي. لو هتعملي مشروع من انتي في البيت، همسك الفوطة طبعا هعجنها كويس قوي في الاسمنت، اخلي الفوطة تشرب الاسمنت كويس جدا، مخليش فيها اي حتة بيضة. طبعا لو لقيتي الاسمنت تقيل معاكي زي ما انا لقيته كده، بزود مية حبة بحبة عشان كل الاسمنت يخش في الفوطة. زي ما انتم ما شايفين بنفس الطريقة كده انت اعملي، وتأكدي جدا ان الفوطة دخل فيها الاسمنت. انت هتلاقي الفوطة تقلت قوي معاكي. هجيب العلبة، انا لبستها كيس بلاستيك عشان تبقى اسهل في الخروج، وهظبط عليها الفوطة بقى. هحاول اظبطها كويس عشان الجناب طبعا ده عادي هتحصل معاكم لان الفوطة بقت تقيلة قوي. هفضل بقى اسوي الاطراف كويس قوي كده لحد ما تبقى متساوية كويس. بصوا ايوه كده. وهملس عليها بقى عشان تبقى ملساء من تحت وتبقى واقفة مظبوطة. طبعا هي البتاعة برضو طلعت قصيرة، فانا هجيب اي حاجة بقى اوقفها عليها وافضل اظبطها كده زي ما انا ماشية كده، وافضل اعمل اللي ما بين كل تانية وتانية اهي كده. بصوا انا وقفتها على العلبة زي ما انتم ما شايفين كده في الركن، وملست عليها كويس جدا عشان تبقى ملساء وناعمة. وهسيبها تنشف ليلة كاملة، مش هاجي جنبها. انا بس حطيتها ساعتين كده فوق على السور، وبعد ما ساعتين لقيتها شدت نزلتها على الارض عشان خفت الهوا الصراحة يطيرها، عشان هي مسنودة على آه ازازة بلاستيك بتاعت البيبسي، فخفت تقع فنزلتها في الارض زي ما انتم ما شايفين كده. وقعدت اظبط التنايات كلها. ده كده تاني يوم هي بقى نشفت خالص كويس جدا معايا، ولقيتها جمدت بقت حجرة، بقت حلوة قوي. فبقى طبعا مجهود خارق في ان انا اشيل الحاجة اللي جوه. هحاول كده اشيل الغطا البلاستيك الاول، اطلعه عشان ابقى متحكمة في العلبة. العلبة كانت صعبة جدا في الطلوع معايا، ليه؟ لان كان ليها حز من تحت، عشان العلبة دي اسمها ايه، صفيح، فكانت جامدة. فوجعت لي ايدي جدا وانا قعدت اطلعها. قعدت اسلك شويه من الجناب بالسكينه، وبعد كده قعدت اشد فيها جامد لحد ما هتطلع. الحمد لله تمت العمليه بنجاح. هجيب بقى الصنفره واصنفر بقى اي تكتلات عشان لما ارشها ما تبقاش حاجات باينه يعني بروز كده. ولو في اي خيط طالع هقصه بالمقص زي ما انتم هتشوفوا كده. انا هظبطها كلها. يا رب الفكرة تكون عجبتكم يا رب، والاقي منكم كومنتات حلوة زي اللي انا شفتها قبل كده. آه اهون قصيت كل الخيوط وصنفرتها من تحت عشان كمان القعدة تبقى مظبوطة.
ومعايا بقى السبراي ذهبي بقى زي ما انتم ما شايفين كده، هرشها كله. طبعا انت بقى اللون اللي يريحك، عايزه تدهنيها اصلا دهان عادي ادهنيها وبعد كده حط لها سبراي شفاف عشان تبقى بتلمع معاكي، او عايزه تدهنيها وبعد كده تحط لها اللي هو الورنيش المائي هتلمع معاكي برضو، هتبقى زي الفل. يعني ما تتأيديش بحاجه. زي ما انتوا شايفين كده هرشها كلها وهسيبها ليلة كاملة تنشف، عشان لو انتي مسكتيه البتاع دون بيبصم قبل ما ينشف. بقى شكلها تحفة، فازة تحفة جدا، ديكور عايزة تحطي فيها اي حاجة بقى حطيها. بصوا شكلها بقى روعة، حلوة جدا 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 اهيا. وبصوا الجوانب عامله ازاي، والسبراي بيديها لمعه كده بيخليها حلوه. طبعا ده مشروع حلو جدا للي عايزه تعمل مشروع في البيت، يعني مشروع مربح اهو. وعلى فكره يعني جامده، لو وقعت مش هتتكسر طبعا عشان فيها الفوطه. ولو عايزه تخليها اقوى زي ما انا ما قلت، ممكن تحطي نص كوبايه غيره على الاسمنت وانت بتعجني اهو، حلو قوي. انا بقى هوريها لكم دلوقتي وانا حاطه فيها ورد خشب، بس انا هجيب لها ورد طبيعي واحطها فيه وهوريها لكم بعد كده في اي فيديو تاني. شكلها حلو قوي، شكلها جميل جدا. يا رب تعجبكم ويا رب يكون افكاري بتعجبكم. بصوا بقى بالورد شكلها حلو قوي، جميله قوي قوي قوي، شكلها روعه. طبعا بقى ما تنسوش تعملوا لايك 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 وشير واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم جدا وشكرا.